السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ايه رأيكم بقى النهاردة في الطبق الجميل ده؟ دي وصفة اليوم. طبق فول كده مدمس سريع جدا، أسرع فول هتدمسيه. وكمان هنعمل جنبه طعمية كنا عملناها قبل كده مع بعض. بصوا الصينية دي عاملة ازاي. انا بحب الاكل ده عن الجبنة وعن اللانشون والحاجات الغلط دي كلها، وكمان اقتصادية وموفرة، وهتفرق معاكي كتير. يعني كيلو الفول اللي احنا هنستخدمه ده هيفضل عندك 4 ايام فطار وعشاء. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. ده اول حاجة، انا جايبة كيلو فول، نص هعمله طعمية، نص مدشوش هعمله طعمية، والنص ده مدشوش على فول للتدميس صحيح. انا طلبت كده من العطار، قلت له انا عايزه نص كيلو مخلوط على بعضه، ربع كيلو مدشوش وربع كيلو فول للتدميس. اداهم لي، خدتهم كده نقعتهم ليله كامله. تمام. كمان معايا هنا معلقه من الملح، معلقه من البابريكا، معلقه من الكركم لتعزيز اللون. تمام. هنزل بيهم كده على الفول بتاعي. الطريقه ديت للناس اللي عندها عسر هضم من القشر بتاع الفول. دي طريقه حلوه جدا 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 وناعمه جدا جدا، وهتتبسطي منها ان شاء الله. معايا ليمونه كبيره كده عصرتها على الفول المدشوش اللي احنا هندمسه، ومش هنرمي القشر بتاعها، هنحط القشر كده على الفول زي ما انتم شايفين. انا طبعا حاطه جنب طبق الخضار ده عشان برضو الطعميه لسه. وكمان معايا طماطميه كبيره كده هقطعها فوق الفول بتاعي زي ما انت شايفة كده، برضو بيخلي اللون كده احمر كده، هتلاقي طالع معاكي كده فول كهرمان ان شاء الله. بصوا الجمال. يعني زي ما انا قلت لكم، نص كيلو فول، نص مدشوش ونصه صحيح، يعني 250 جرام مدشوش و250 جرام فولة صحيحة. تمام. قولي له كده اديني نص كيلو مشكل هيديكي. كمان معايا الجزرتين كده، هاخد واحدة منهم اقطعها كده الاول مع حطي قطع كبيرة، عاوزة تقطعها قطع صغيرة عادي. كده كده احنا هنفرم في الاخر الفول. هحط كمان كده فصين 3 توم. تمام. وهنكتفي كده بقى بالمكونات دي واقلبها كده على بعض. بص كده معلقة الكركم اللي انا حطيتها في دقيقة كده خلت الفول لونه اصفر كده جميل. تمام. هيكون مجهزة بقى حلة زي ما انتوا شايفين كده، او الدماسة ايا كان بقى الحاجة اللي عندك اللي انت بتدمسي فيها. هنزل كده بالفول بتاعي في الحلة، واكون مجهزة لتر ونص من المية. اهم حاجة الفول بتاعي يكون متغطي بالمية. تمام. هنحطه على النار. اول ما ياخد غلوتين كده هبدأ اهد عليه لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع. هيستوي معاكي على طول، لان احنا ناقعين الفول على بيات، وكمان نص الفول مدشوش ونص فول صحيح. فهيستوي معاكي على طول، مش هيقعد بقى ولا ساعتين ولا 3 ولا 4 ولا التدميس القديم اللي احنا بندمسه ده. الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك. هنيجي بقى ايه دلوقتي، احنا حطيناه على النار وهنسيبه بقى كده ننساه لمدة ساعة الا ربع. معايا هنا نص كيلو فول مدشوش اهوت بقى للطعميه. احنا كنا عملنا الطعميه مع بعض، وهسيب لكم كمان اللينك في الوصف. معايا نص مدشوش، انا يعني نقعاه قبلها بليله. تمام. ومعايا بصلايه هنا كبيره كده اقطعها. تمام. واكون مفصصه كده حوالي 10 فصوص توم، يكونوا كبار. لو مش غاوية توم قوي يبقى 6 فصوص توم كبار. بس عشان بس الريحة كده تبقى جميلة كده وتديكي طعم حلو، كتري من التوم. تمام. انا قطعت كده البصلاية وضفتها للفول. وكمان كان معايا حزمة كرات الطعمية اللي انا كنت عملتها قبل كده ما كانش فيها كرات. بس مفيش اختلاف، يعني الطعمية الأولانية بالنسبة لي كانت أحلى من دي. والطعمية الأولانية كنت ضايفة لها عيش كان مخليها خفيفة كده وجميلة، ودي برضو خفيفة وجميلة. بس الطعمية اللي أنا هسيب لكم اللينك بتاعها كانت أحلى من دي كتير يعني. وكمان هنا معايا التوم أهو هضيفه للطعمية. معايا هنا بقى ايه نص حزمة شبت، ونص حزمة بقدونس. هقطعهم كده برضو واضيفهم للفول بتاعي.
ما تكتريش خضرة، الخضرة ما بتبقى كتيرة قوي بتدي لون غامق للطعمية، انما ما بتكون قليلة كده يعني حاطة من كل نوع كده كام عود بيبقى لونها كده فاتح كده وجميل، ومهما تتشال في الفريزر ما بتسودش. ادي ايه يا جماعه النص كيلو الفول مدشوش، حطينا عليه كل بقى الحوايج بتاعته، الخضره، البصل، الثوم. مش هنحط ملح، مش هنحط كمون، الحاجات ديت بس لما العجينه بتتضرب كده بتطحن ساعه التحمير بضيف لها البهار بتاعها عشان برضو ما تغمقش. ادي العجينه خلصت معايا زي الفل، شكلها عامل ازاي، قوامها جميل جدا جدا. انا ضرباها في الكبه. في ناس عملتها في الخلاط، لا ما جربتش. بشتغل بالكبة بس. مش هجازف بصراحة بالخلاط لان اصلا الفول بيبقى تقيل، يعني هو تقيل على الكبة، فما بالك الخلاط بقى هيتحرق مني، فانا قلت لا يعني بنبعد بعيد عن الخلاط، انا لسه شارياه جديد. دي العجينة بتاعتنا اهي، لان احنا مش هينفع نعمل فول ونسيب الطعمية. احنا برضو بنقول عاوزين نوفر. بصوا الطعمية بقى بعد ما حمرتها بصوا عاملة ازاي يا جماعة، خفيفة جدا وهشة ولونها حلو وقلبها مستوي ولونه عامل ازاي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، يعني لوز اللوز. انا مش هستنى بقى اقعد اولول واقول الجبنة غالية والحاجة غالية، لا ما احنا لازم تساعدي. لازم تعملي حاجة برضو في البيت احتياطي كده. يعني ده كيلو فول ب30 جنيه، عملنا منه فول وعملنا منه طعمية. وادي الفول بتاعنا اهو استوى، بصوا شكله عامل ازاي. انا طبعا مش هسيبه كده، مش هنقدمه كده، احنا بنحبه مطحون. هضربه بقى في الخلاط كده ضربتين، وطبعا بقى لما باجي اقدمه بيكون بقى موجود زيت حار، طحينة. ادي بقى الفول اهو بعد ما انا ضربته في الخلاط، شكله جميل ولونه حلو. وهعبيه في اكياس. تمام. آه يعني الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، وللناس بقى بالذات اللي عندها عسر هضم من الفول والحاجات دي. بصوا الفوله عامله ازاي، احنا طبعا بنجيبه اصلا من المطاعم، من المطاعم مطحون كده. هتضيفي له الزيت الحار وهتضيفي له الطحينه، لو ما عندكيش الكلام ده كله هتحط على وشه كده معلقه صلصه وحبه زيت، بيطلع معاكي فول زي الفل. يا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وادي الكميه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، طلع لي 4 اطباق من عجينه الطعميه، و4 اكياس كبار فول، دول بيكفوا 4 افراد كبار. يعني كل طبق فول من ده بيكفي 5 افراد، تقدري انت تقسمي الكميه لو انتوا فردين او 3. تمام، يعني شوف الكيس كبير بسم الله ما شاء الله، وكمان الطبق كبير. وادى الفول اهو بقى يا جماعه بعد ما تحبش، بصوا شكله عامل ازاي، وكمان دي الطعميه وجود بالموجود. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.